السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معايا انا ملاك جوهر. اليوم راح نديرو بسكوي او طورطه زعما تاع كل يوم، يعني سهله بسيطه وديريها كل يوم. راح تجربيها وراح تنجح معاك وراح تولي مدمنه عليها. نمر مباشره الى المكونات. هنا عندنا 5 بيض، عندنا 2 فرفاره، عندنا لافاني والملح، عندنا ربع كاس زيت، كاس الا ربع عفوا زيت، كاس الا ربع سكر، عندنا اي ياغورت متوفر عندك في المنزل، عندنا دي طرونش تاع التشينا، راه وقت التشينا. ونمر مباشره الى العجينه. قبل ما نمر الى العجينه راح نديرو هنايا كاس تاع سكر و2 كيسان تاع ماء. راح نخدمو شربات، راني درت فيها الجلفه تاع تاع التشينا، يعني قشره البرتقال. خليها هنا 10 دقائق وطفي عليها. وهنا درنا 5 ملاعق سكر، راح نديروها تتكرمل تولي كراميل، ونرجعو نكملو مع بعض كلشي. راح نديرو السكر مع 5 بيض، راح نديرو لافاني، راح نديرو علبة الياغورت تاعنا، راح نحطو الكفاره الفرينه. هنا الفرينه دوك نقولكم شحال خرجت لي من المغرف. رانا درنا 6 ملاعق، نديرو معاهم شويه تاع ملح ونشوفوا اذا خصنا راح نزيدو. سبعة 8 9 10 11 هذا هو القوام تاعها. دات لي 11 مغرف تاع فرينه، كل وحده والفرينه تاعها. هنايا راح نخدم الكراميل تاعنا. راح نحكم سنيوه ندهنها بالزبده ولا بالزيت وراح نرجع لكم. هنا مطابه الكراميل تاعنا، راح نقيسو نوزعو هذا. راح نفرشو لي طرونش التشينا تاعنا، نوزعو كاع شرائح البرتقال. ونفرغوا العجينه تاعنا مباشره. بعد ما نكونوا درنا الفرن يسخن
راح نديروها طيب ونرجع لكم فيما بعد. هنا بعد ما طلعت وحمارت راح نشوفوا اذا طابت، يعني طابت. راح نحيها. طابت الكيكه تاعنا، راح نسقوها بالشربات اللي خدمناها مع بعض. هنا الكيكه تاعنا راح نقلبوها مع بعض. نكملوا نسقوها. نسقوها مليح نخلوها ترتاح. من الاحسن نخلوها في الثلاجه ترتاح. بعد ما تبرد راح نفتحها معاكم نشوفوها. تجي بزاف شابه بزاف خفيفه. راح نخلوها تبرد في الثلاجه. وانا بعد ما طابت الكيكه تاعنا وبردت في الثلاجه راح نوريكم كي جات. هذا هو الشكل النهائي تاعها. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، والى اللقاء في